يا محمود، ذبحت ابنك يا محمود وقتلت عمدا مع سبق الإصرار. امال ايه اللي موته؟ مات ازاي؟ انت ما ذبحتوش؟ لا يا فندم، محدش يعمل كده في يوم يا فندم. النيابة والنيابة طلبت تطبيق مواد الاتهام. الدفاع اتفضل. في مدعي مدني؟ مفيش، اتفضل. الزوجة تعالي يا ست. نعم، جاية ليه؟ انا متجوزه محمود بقالي 15 سنه. حضرت والدة المجني عليه شاهدة الإثبات الرابعة وقالت إنها لا تصدق أن زوجها ذبح ابنها، والمحكمة سألتها بالآتي أجابت: قولي والله العظيم أشهد بالحق. والله العظيم اشهد بالحق. حلفت اليمين. سين ما صلتك بالمجني عليه أدهم محمود حسن. انا والدتي. هو ابني. كان عنده كم سنة؟ 13 سنه. وكان عمره 13 سنة. سين من قتل ابنك؟ والله العظيم انا ما اعرف. ما اعرفش. انا ما اعرف. سين ما قولك؟ وقد اعترف المتهم تفصيلا بالتحقيقات بالتخطيط للحادث وتنويمه وشراء مشرط طبي جراحي وتجول بالسيارة حتى غلبه النعاس ثم أضجعه وذبحه. جوزك قال كده في التحقيق. بس انا مش متخيله أنا مش متخيلة. سين وما قولك فيما شهدت به في التحقيقات من أن المتهم ترك أشياءه عامدا وهاتفك لترسليها مع المجني عليه ليصطحبه إلى مكان ذبحه. قلتي نسى المحفظة والمفاتيح وقال لي بعتيه، وبعدها نص ساعة، اسمعيني للآخر، وبعد نص ساعة قال لي هو الواد ما رجعش، وقلت إن كل ده تخطيط. قلت كده ليه في التحقيق؟ لا انا قلت على اللي حصل، ما قلتش ده تخطيط. هو اصلا أنا كنت بقول على اللي حصل. هو الطبيعي بيبقى ينسى. سين كما قلت من غير ياء، كما قلت أنه لأول مرة يعلن على موقع الفيسبوك تغيب ابنه، وذلك بعد قتله، في حين أنه رفض لك طلبات سابقة بالإعلان عن تغيبه من قبل. انت قلتي لما رجع وكان هادي وودود بعد القتل، واول مره يعمل اعلان على الفيس، رغم ان ابني غاب كتير قوي قبل كده، وبقيت اقول له اعمل اعلان يقول لي بلاش فضايح. لا هو كان في الاول. انت قلت كده في التحقيق ولا لا؟ لا انا اللي انا قايلاه ان هو كان الاول ادهم كان بيمشي، اول ما مشي خالص كان سيدتي جاوبين على قد السؤال. نعم. قلت اول مره يعلن على الفيس انه غاب، في حين انه غاب كتير قبل كده، وطلبت منه الاعلان قال لي بلاش فضايح. حصل؟ لا هو حط صور ادهم على طول. سيدتي جاوب على قد السؤال.
المرة دي عمل إعلان وقبل كده رفض لما قلت له ولا لا؟ ايوه. أيوة حصل. سين. وقلت أنك في ليلة عدم رجوع ابنك بسبب ذبحه طلبت منه النزول لاستطلاع كاميرات المراقبة في الشوارع لبيان ما إذا كانت قد سجلت وجود المجني عليه من عدمه، فخف هو في صباح اليوم التالي ونزل ثم عاد ليخبرك بأنه شاهد الكاميرات ولم تلتقط له صورا. حصل؟ انت قلت له هنزل اشوف الكاميرات، وبعدين صحى بدري قوي نزل هو ورجع قال لي لا ما لقيتوش فيها، ولما الضباط وروني الكاميرات لقيت ابني فيها. قلت كده صح؟ ايوه لقيت ادهم في الفيلم. ايوه ده حصل. سين. وما تعليلك لقتل المجني عليه؟ مين اللي ذبحه؟ والله العظيم انا مش عارف. ما اعرفش. سين. وما قولك فيما شهدت به في التحقيقات من أن المتهم كان شديد العصبية مع نجله، بل كان يفوقه عصبية. انت قلت كده؟ قلت ايه؟ قلت ده هو كان اشد عصبيه من الولد والواد كانت عصبيته زي اي طفل. لا انا بقول الوالد عصبي، بس استحاله محمود كان بيعمل ادهم بما يرضي الله. مفيش يعني اللي انا قلته ده قلتيه في التحيات ولا ما قلتهوش؟ لا انا بقول محمود عصبي زي اي راجل عصبي. انا اقصد انه عصبي زي اي راجل. الدفاع عايز منها حاجه او النيابه؟ النيابه عايزه من الشهيده حاجه؟ شكرا اتفضل. الدفاع عايز حاجه منها؟ تعالي يا ست. سين هل لديك اقوال اخرى؟ جيم لا. اتفضلي يا ست وانصرفي او اقعدي كما تحبي. الدفاع اتفضل يا بيه. طب دقيقه واحده عشان نكتب. حاضر. وطلب الدفاع اتفضل يا بيه. ايداع المتهم إحدى دور الصحة النفسية لملاحظته لبيان حالته العقلية ومدى إدراكه أثناء الفعل أو أثناء اعترافه. أثبتنا الطلب. اتفضل اعتراف. دفاعك قائم. أهلا وسهلا. الدفع عندما يبدأ هل ينتظر الدفاع إجابته؟ الدفع مضموم للموضوع وسيلقى اهتماما بالغا وهذا حقه. فاتفضل سعد. والحاضر عن المتهم دفع بانتفاء المسؤوليه الجنائيه عن المتهم، وذلك لوجود مرض عقلي وعدم اتزان نفسي وقت اعترافه في النيابه العامه، وندفع بانتفاء الباعث اعترافه ولا وقت ارتكاب الفعل؟ العبرة بوقت ارتكاب الفعل. يا فندم هو قال في النيابه يعني لحظة واحدة، يعني طلب جنابك ايداعه لمعرفة قواه العقلية ساعة الاعتراف؟ وساعة ارتكاب الفعل. ده لو كان هو اللي ارتكب. نعم وساعة اعتراف الفعل. ماشي. ايوه ما هو مع فرض انه ارتكبه. هو حد قال لك اعترف عليه يا استاذ؟ لا مش قصدي. بس يبدأ الدفع. انا شخصيا كدفاع عايز اطمئن الدفع ايوه الدفع يبدأ صحيحا، لان هو من الطبيعي الاعتداد يا سيدي الاعتداد بالمرض العقلي من عدمه عند ارتكاب الفعل مش عند الاعتراف. يبقى ابدي طلبك صحيحا فقط. تمام. اتفضل يا بيه.
ندفع بانتفاء المسؤولية الجنائية عن المتهم، وذلك بالشك في كونه مريضا عقليا ونفسيا، وبطلان اعترافه أمام النيابة العامة لماذا؟ ذات السبب. لماذا؟ نعم. ذات السبب وبطلان اعترافه أمام النيابة العامة لذات السبب وهو عدم مسؤوليته وهو عدم مسؤوليته الجنائية. وكذا بطلان الاعتراف لوجود إكراه معنوي على المتهم يتمثل فيه التنمر الذي حدث له من مين؟ أهل بلدته، كونه متهم بقتل ابنه، وانتفاء الباعث لدى المتهم على ارتكاب الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي. هو ساعتك يا فندم مش من طبائع الأمور إن الأب يقتل ابنه حتى لو مريض. الناس بتشيل عيالها تعبانة وبتسافر بيها لغاية أسوان عشان تعالجها وترجع، مهما كلفهم ده من تعب ومشقة ومال. فيجي الولد عنده 14 سنة، هو مريض نفسيا، عنده كهرباء زيادة، عنده فرط حركة، كاتب مجري التحريات نفسه بيقول ان هو اب حنون على ابنه. ايوه هو عصبي، ما ممكن اي حد في البيت لو ابنه شقى شويه ممكن يقوم يسجده او يتنفذ عليه، لكن والدته ولا التحريات قالت ان هو معتاد على انه يمد ايده عليه حد. فسعادتك يقوم مره واحده يرتكب جريمه قتل ابنك بهذه الصوره الوارده في اوراق الدعوه، في عدم معقوليه. انا كدفاع حتى مش مصدق ان اب يقتل ابنه بالصوره دي، فاكيد في حاجه غلط. الحاجه الغلط دي انا قلت اكيد الاب ده، لان الابن بالحاله دي ممكن يكون وراثي، يعني الابن بالحاله دي ممكن يكون سببه وراثي، فممكن يكون الاب عنده نفس الحاله. في ناس كتير جدا ممكن يكونوا عايشين طبيعيين في وسط الناس، بس هم يعني عندهم مرض او عنده مرض نفسي بيخليه يرتكب افعال هو غير مدركها، مع عدم علاجها وتطوره في السن لغايه لما وصل 40 سنه ممكن يكون هذا المرض اثر فيه واثر في افعاله واثر في اقواله. ممكن يكون صدمه موت ابنه، ممكن صدمه موت ابنه راح خلته يروح يعترف في النيابه زي اللي بينتحر، زي اللي بيطلع مره واحده في مخه ان هو يطلع فوق برج 12 دور يرمي نفسه او يولع في نفسه او يقطع شرايين ايده. اعتراف انا بوصله لعداله المحكمه، ان بفسر اعتراف المتهم ان هو اكيد كان في الحاله دي، انما ابنه ايه اللي حصل بينه وبين ابنه عشان يقتله بالطريقه دي او انه يخطط لقتله بالطريقه دي. فسعادتك يا فندم انا باصر على طلبي على ان المتهم، حتى انا اطمئن كدفاع في دفاعي ان انا يعني ماشي في الطريق الخط. يعني احنا حضرتك ده دم وانا مسؤول عن الدم زي ما حضراتكم مسؤولين عن الدم. انا برضو مش هقف ان انا ممكن النهارده واقف بدافع عن متهم، ممكن بكره بدافع عن حق مجني عليه. فسعادتك انا بس كدفاع عايز اوصل لحقيقه الامر. انا مش مقتنع ان اب يقتل ابنه، ومش مقتنع ان اب يقتل ابنه وطبيعي الشبهات تكون بعيده عنه يخش النيابه يعترف تفصيليا بالطريقه دي. يعني اصلا لا يعني ده مش واحد غريب او واحد كبير في السن وبيننا خلافات والشكوك حوطه المتهم فاضطر انه يعترف، لا ده هو اول ما دخل النيابه قام قايل كل حاجه. فانا بفسر الاعتراف ده للمرض العقلي او النفسي اللي عنده اللي الكشف هيبينه، او زي ما قلت لحضراتكم ان هو زي تفكير المنتحر في انتحاره وينفذه في لحظتها، انه يطلع فوق سطح بيت ويرمي نفسه او يولع في نفسه او يقطع شرايين ايده او يضرب نفسه بالرصاص. وده حصلت كتير وملهاش سن معين، ملهاش سن معين. ممكن يكون اتهامه ان هو قتل ابنه خلى ان هو مش عايز يطلع للناس تاني، مش عايز يطلع للمجتمع تاني، مش عايز يطلع للعالم تاني، فقال الاعتراف ده هو اللي هيريحني وهيبعدنا عن الناس. ولكن هو امام حضراتكم النهارده انكر وقول الفصل اولا واخيرا امام عداله المحكمه وليس اي مكان اخر. فانا سعادتك انا اصر على طلبي في عرض المتهم وايداعي في حضور المصحات النفسيه. استاذ حضرتك حاجه؟ طيب المتهم كان عايزنا نسمعوه، هل توافق؟ هاتوا يا حرس. لا من المستحمد ايه بيقول هل ليه مستندات المكان بتعالج الاب؟ بقول له لا، في قياس في ذكاء الولد بس. انما الاب لا.
وبعدين هيطلع قلم بامبا كده، قلم بامبا كده، البنات افسح له مكانا. نعم يا محمود، قل ما تشاء. شيل الكمامة وقول. نعم مش هسمعك. قول. مروه بقالنا 15 سنه متجوزين، ما حصلش بينا مشكله مع ادهم. طب دقيقة واحدة يا محمود. وكان المتهم انت كتبت ايه؟ ووافق الدفاع على استجوابه. تمام. سين. وسألته المحكمة بالآتي أجل. سين. ماذا تريد أن تقول؟ تفضل. ام ادهم مراتي لما طلبت مني عشان نزول الكاميرات، انا بالفعل نزلت وما رجعتش وما قلتلهاش ان ما نفتش الكاميرات. قلت لها انا وصلت المحل بتاع الاشراف وصاحب المحل قال لما زوجتي طلبت مني تنزل تشوف الكاميرات، انا نزلت فعلا تاني يوم الصبح. صح؟ تاني يوم الصبح. أيوة. تاني يوم الصبح وشفت الكاميرات بتاعت محل الاشراف. محل الاشراف. اول محل انا رحته. نعم. تمام. اللي شغال في المحل قال لصاحب المحل مش موجود وما بقدرش اتحرك، ما بقدرش اتصرف في الكاميرا. ورفض العامل ان يطلعني على التصوير. اتصلت بيها وقلت لها الكلام ده، لكن ما رجعتش البيت. فابلغتها تليفونيا. هي بعدها نزلت وراحت مكان تاني غير ان انا رحته وشافت فيه فيديو، فكلمتني قالت لي يا محمود ادهم ظاهر في كاميرا عند فلان. وبعدين هي نزلت وشافت ادهم ظاهر في كاميرا اخرى وابلغتني. واتصلت على صاحب الكاميرا وخليته يبعت لي الفيديو وبعته لها على الواتساب. وهي موجوده. وصاحب الفيديو ارسل الفيديو لي على الواتساب وانا ارسلته لزوجتي. ده بالنسبه لموضوع الكاميرات يا فندم. طيب هسألك هنا سؤال. اتفضل يا فندم. سين. ما قولك فيما شهدت به زوجتك في التحقيقات؟ أنهي جزء في التحقيقات؟ ثانية بس، ما أنا هقول لك. تمام. من أنك إذ منعتها من النزول لمشاهدة الكاميرات وقلت أنك لم ترى المجني عليه في أي منها، عرضت عليها الشرطة مقاطع الفيديو التي تحصلت عليها من الكاميرات وقالت أنها أبصرت نجلك القتيل يسير وأنت خلفه بالسيارة. معايا محمد؟ وهو ما اطلعت عليه المحكمة من الصور التي أرفقتها الشرطة بالتحقيقات. هي بتقول لما قال لي لا ما تنزليش وسبقني ونزل الصبح وقال لي ما فيش، الشرطة ما خدتني ورتني الصور وفيها ابني ماشي وفعلا الواد ماشي ولابس الزنط وانت بالعربية. ايه رأيك؟ انا اللي بعت لها الفيديو يا فندم. انا اللي بعت لها الفيديو ده. انا اللي بعت لها الفيديو على الواتساب. سين. ولماذا ابلغتها بانك لم تشاهد هذه الصورة؟ لان فعلا ما شفتهاش، انا ما رحتش البيت اللي هي راحته. طيب لان فعلا ما شفتهاش. ثانية واحدة. انا ما رحتش البيت اللي هي راحته في الكاميرا. حاضر. انا رحت مكان تاني. سين. لان الصورة ما كانتش وصلتني. سين. وهل يتأتى مع العقل والمنطق أن ابنا لم يعد وتنتظر حتى الصباح لتتابع الكاميرات التي يمكن أن تهديك إليه؟ يعني ابني اسمعني الأول مرة. اسمعني. ابني ما جاش وأنا بقول لك أنا عايز أنزل أشوف الكاميرات وهذا شعور طبيعي. تقول لا إن شاء الله الصباح ربح. ده منطق؟ لا هو ده ما حصلش بالليل أصلا. ده ما حصلش بالليل. امال حصل امتى؟ الصبح. الكلام ده كان الصبح. الصبح يا فندم.
سين. وما معلوماتك عن واقعة قتله وتعليلك؟ احكي لي ايه اللي احكي الموضوع من اوله. قوي. تمام. انا في اليوم ده كان يوم 4، خلصت شغلي في الشركه، اتصلت بمراتي سالتها انت فين؟ قالت لي انا في المنصوره بكشف، هي واختها وبنتي. قلت لها طيب انا خلصت شغلي وهقابلكم على كوبري صندوق ونروح سوا. وروحنا البيت، اتغدينا وقعدت لما انا رجعت من شغلي يوم الحادث وكان يوم 4 مع مراتي واتغديت وبنتي. مع مراتي وبناتي. راجع معاهم من المنصوره. ماشي. والواد كان فين؟ في البيت. وكان ادهم في البيت. تمام. مدام كانت سايباه في البيت مع اخته. وصلنا البيت، اتغدينا، صلينا المغرب ونزلت. ونزلت انا بعد المغرب نزلت ورحت الصيدليه بتاعت احمد عبد العزيز اللي موجوده في كفر طناح، اللي فيها صورتك وانت داخل. اللي فيها صورتي ورحت الصيدليه اللي هي في كفر طناح. في كفر في طناح. كفر طناح اللي الفيديو اظهرني وانا داخل فيها. ليه؟ عشان اجيب اللبن بتاع ايس لبنتي. عشان اجيب لبن لبنتي الصغيره. جت لبنتي، فقلت اعدي اجيبها عشان لو رحت المنصوره ورجعت ممكن الصيدليه قفلت او انساها، فتكون معايا موجوده في العربيه. بعد ما خرجت من الصيدليه اكتشفت ان حاجتي مش موجوده معايا، والموقف ده بيتكرر كتير جدا. ولما خرجت من الصيدليه اكتشفت ان بطاقتي ومفاتيحي مش معايا. والموقف ده بيتكرر كتير. كلمت مراتك تبعتهم. كلمت مراتي وبعتتهم مع ادهم. لا، قلت لها شوفي حاجتي موجوده عندك ولا لا. انا ماشي. بتكلم بالتفصيل. اتفضل. شوفي حاجتي موجوده عندك ولا لا. قامت شافتها قالت لي موجوده في البنطلون اللي انت مغيره. قلت لها طيب انا حاجه عند البيت ابعتهم لي مع ادهم. وبعتتهم مع ادهم. الموقف ده بيتكرر كتير جدا. وخدتهم من ادهم. رحت عند البيت، الموقف بالظبط يا فندم، ده شارعنا، شارع جانبي. انا واقف في الشارع الرئيسي اللي بره اتجاهي كده بالعربيه. ادهم نزل اداني الحاجه، قلت له انت رايح فين يا ادهم؟ قال لي انا رايح الجيم. وبعدين ادهم قال انه رايح للجيم. قلت له طب ادهم روح على الجيم على طول يا حبيبي عشان ما تتاخرش. ادهم وانت مشيت رحت فين؟ ادهم ده ابني الوحيد وصاحبي. مشيت رحت فين؟ ادهم اداني الحاجه ومشى. انا اتحركت بالعربيه قدام، مش مستعجل، مفيش ورايا حاجه، تليفوني في ايدي. رجعت بظهري في الشارع الجانبي عشان الف واتحرك بالعربيه. نعم. رجعت بظهري عشان اتحرك والف بالعربيه تاني، غير اتجاهي. رحت فين؟ بغير اتجاهي عشان اخد طريقي. رحت فين بعدها؟ طلعت بقى ماشي، طالع على الكوبري. ايوه. وبعدين ثم توجهت الى كوبري ايه؟ كوبري طناح. كوبري طناح. لا بس ما مشيتش على طول على الكوبري، في موقف حصل في النص. لما لفيت بالعربيه ادهم كان اختفى من قدامي. لان انا خدت حوالي. وفي اللحظه دي ادهم كان اختفى من امامي. تمام. انا بمشي من طريق كان فيه ترعه زمان واتردمت، الطريق ده فاضي مفيش فيه حد ومش مستعجل على حاجه، انا ماشي بالراحه جدا وماشي زي اي حد، مفيش مستعجل ومفيش قدامه حد ماشي، وفي طريق بالليل ماشي بقلب في الموبايل بتاعي، بقلب في الفيس وبقلب في الواتس، مش مركز مع الطريق. كويس. وده الصوره اللي كاميرات جايباها ان انا ماشي ورا ادهم، انا اصلا ما شفتش. ولذلك الصور طلعتني ماشي ورا ادهم وانا ما كنتش شايفه. انا ما شفتش ادهم ماشي اساسا. كمل. لما وصلت عند محل الاشراف ولقيت ادهم موجود هناك، انا ناديت على ادهم. انا كان ممكن اقول ان انا ما شفتش ادهم. كويس. وما فيش كاميرا جايباني وانا واقف مع ادهم. كان ممكن ان انا ما شفتوش. كويس. قلت له ادهم انت واقف هنا ليه؟ قال لي ماما بعتلي مشوار. والدة ادهم متعوده انها تتعامل مع محل بعد ما مشيت رحت فين؟ رحت الصيدليه بتاعت احمد عبد العزيز. اشتريت اللبن على قولك ومشيت. لا المره الثانيه كنت رايح اشتري دواء حموضه. وبعدين رجعت الصيدليه نفس الصيدليه؟ نفس الصيدليه تاني ليه؟ عشان اشتري دواء حموضه. عشان اشتري دواء حموضه. اشتريت دواء الحموضه. رحت فين؟ خدت طريق المنصوره. ورحت طريق المنصوره. وانا ماشي في طريق المنصوره لما كلمت ام ادهم انا اول مره في حياتي قلبي اتقبض على ابني. كنا وصلنا الساعه كام؟ الساعه كام؟ تقريبا 6:15. وفي الوقت ده كنا 6:15 مساء تقريبا. فكلمت مراتي اسال على ادهم، قالت لي لا انا ما بعتوش مشوار. انا ما بعتوش مشوار وما رجعش. اتصلت على الجيم ده صاحب الجيم. اتصلت على الجيم ما لقيتوش. صاحب الجيم ده متجوز بنت اختي. نعم. اتصلت عليه يا ابراهيم ادهم جالك؟ قال لي لا انا مش موجود في الجيم، هتصل بحد واساله. كويس. بعد كده بلغني ان ادهم ما راحش الجيم. وصلت عند قريه القائد بتاع الاعلاف ورجعت تاني. وبعدين وصلت عند القائد بتاع الاعلاف. مصنع هو؟ مصنع القائد للاعلاف ورجعت تاني. على طريق طناح. لان ادهم لما كان متعود يمشي قبل كده كان بيمشي ويمشي على الطريق. كان بيمشي يتمشى على الطريق عشان ادور على ادهم. كويس. ودي مش اول مره ادهم، انا بكرر الموضوع تاني، مش اول مره ادهم يخرج من البيت. قبل كده جبناه بعدها. وهو قبل كده تغيب كتير. قبل كده جبناه تاني يوم الظهر. ماشي. خلينا في اليوم ده.
فضلت ماشي بالعربيه وادور على الطريق على ادهم واعمل مكالمات، ادهم وصل او ما وصلش، لغايه ما وصلت ديكيرنس. ووصلت ديكيرنس وانا كل ده بدور أنا عليه. كل ده انا قلته. كويس. ولفيت ورجعت تاني ومشيت لغايه. روحت البيت الساعه كام؟ روحت البيت الساعه كام؟ لا روحت البيت الساعه كام تقريبا؟ كان الساعه 1 12. انت قلت او 12 12 مش فاكر. ورجعت البيت الساعه 1 او 12 ليلا تقريبا. لان رحت المنصوره بعدها. ماشي كويس. تمام. بعد ما رجعت بعد كده اتصلت بواحد صاحبي ينزل يدور معايا. تمام. واتصلت بواحد صاحبي ينزل يدور معايا وعملت اعلان على الفيس. وعملت اعلان على مش الفيس. اول مره اعمل اعلان على الفيس. مش اول مره اعمل اعلان على الفيس. ومش اول مره عشان المباحث فهمت الموضوع غلط. طب كويس. وبعدين مش اول مره اعمل علمت بموته امتى؟ الصبح. والصبح علمت بموت ادهم من مين؟ من مكالمه تليفون. من مكالمه تليفون من الاهالي. سين. هل تذكر التاريخ؟ الاربع ده كان يوم كام؟ لا مش فاكر، تقريبا 14 او 15. م. 14 او 15 يناير. سين. لماذا دخلت الصيدلية التي ذكرتها وتم تصويرك بكاميراتها؟ دخلت ليه؟ صيدلية أحمد عبد العزيز. أول مرة اشتريت لبن. أنا دخلت صيدلية أحمد عبد العزيز، اشتريت أول مرة لبن لبنتي، وتاني مرة دواء حموضة. سين. وحضرتك تقدر تسألهم. سألناه. سين. ما قولك وقد قرر القائم بالعمل في الصيدلية في ذلك الوقت أنك اشتريت مشرطا طبيا جراحيا ودفعت 200 جنيه فأعفاك من الثمن لأن ثمنه جنيهان. إيه رأيك؟ حضرتك أولا بتتكلم عن صيدلية تانية يا أستاذ. الصيدلية اللي أنت دخلتها وفيها صورتك، راجل قال خد مشرط يا فندم. اداني 200 جنيه. مش هي يا فندم. يا أستاذ. مش هي يا فندم. اللي اتسأل، اللي قال كده، رأيك في كلامه إيه؟ اللي اتسأل ده يا فندم في صيدلية تانية، مفيش الكاميرا اللي فيها حتى ما بيتناقش. طيب هو نفسه ما تعرفش عليا. اللي قال انك اشتريت مشرط ب 2 جنيه ورجع لك ال 200 ما تعرفش عليا يا فندم. كلامك في ايه؟ رايك ايه في الكلام؟ ما حصلش يا فندم. ما تعرفش عليا. سين. وما قولك في انك ذكرت ذات الواقعة في التحقيقات بنصها؟ انت قلت نفس الكلام. اديته 200 قال لي مفيش فكه، ده ب 2 جنيه وما خدش مني فلوس. طب لما اقول لحضرتك ان انا سمعت جمله ادهم قالها في تسجيل صوتي. استناني. حاضر. انا قلت لك الدكتور قال ايه او العامل. تمام. وانا بقول لك انت قلت نفس الجمله. جميل. انت قلتها في النيابه ولا النيابه اللي كتبتها؟ في النيابه. قلتها. قلت نفس الجمله. ليه؟ نفس الجمله. نفس الجمله انك اشتريت مشرب. لا مش اشتريت مشرب، ان انا اديتك 200 جنيه وما كانش عندك باقي. لا وانا اقصد ان اعطيته 200 جنيه وانا بشتري حاجات تانية مش المشرب. لا. انا اصلا ما دخلتش الصيدليه. ماشي. انا اصلا ما دخلتش الصيدليه. سين. وما قولك وقد تأيد اعترافك بإرشادك عن المنديل الورقي الذي مسحت به دم ابنك من على يديك ووضعت فيه المشرط وألقيته قرب مكان الحادث وضبطته الشرطة. ايه رايك في الكلام؟ انت قلت لهم انا عملت وقتلت وحطيته في المنديل ورميت وارشدتهم ولقوه. ايه رايك في الكلام؟ طب لو هم لقوه يا فندم لوحدهم. جاوبني. انا ما ارشدتش حد. انا ما ارشدتش حد. سين. هل قمت بعمل المعاينة التصويرية تمثيلا لكيفية ارتكابك الحادث؟ عملت معاينة تصويرية مع النيابة؟ عملت معاينة تصويرية. جيم. نعم. ومثلت فيها الجريمة؟ مثلت أي حاجة. ومثلت أي حاجة. سين.
معايا ولا سابقك يا محمود؟ سين، هل اكرهتك النيابه على ذلك؟ المباحث والنيابه. النيابه اكرهتك؟ النيابه اكرهتني. مين اللي قال لك؟ انا ما اعرفش اصلا مين اللي كان بيحقق معايا. جيم النيابه اكرهتني. سين، ما وجه هذا الاكراه؟ انا لما حصل مني في المباحث ركز بس، سيبك من المباحث، انت تمام. قلت خلينا في النيابه الاول. ماشي. النيابه اكرهتك كيف؟ لما طلبت من السيد وكيل النيابه ان انا اقعد معاه لوحدنا، بالفعل فضل الاوضه وقعد معاه لوحدنا. سالني يا محمود انت عملت كده؟ قلت له يا فندم انا عملت. خلينا في التمثيل. قال لك مثل غصب عنك؟ لا ما كانش سيره التمثيل اصلا في البدايه. لا، لما عملته معانا تصويريه هو ده التمثيل. حد اكرهك؟ على التمثيل؟ ايوه. لا الكره كان في البدايه، التجربه كان في البدايه، في بدايه لقائنا خالص. انت بتقول النيابه اكرهتني؟ في بدايه لقائنا خالص. ايوه. في بدايه لقائنا خالص مع النيابه. ايوه. لما قلت له يا فندم الكلام اللي اتقال قدام حضرتك ده ما حصلش. اللي انت قلته؟ ايوه. اللي انت الكلام ده انا الكلام اللي اتقال ده انا ما عملتوش. يعني انت عايز تقول له الاعتراف اللي انا قلته ده بالظبط انا ما عملتوش. انا قلت لوكيل النيابه ان الاعتراف اللي انا قلته انا ما عملتوش. امال اعترفت بيه ليه؟ اعترفت بيه عشان المباحث بالكامل اقنعتني ان هم هيقفلوا القضيه. لان المباحث اقنعتني ان انا القاتل. لا مش كده. مش كده يا فندم. امال ايه اقنعتك بيه؟ اقنعتني ان انا في خلال يومين هيقفلوا القضيه وهخرج وانت اتصرف هات القاتل بتاعك براحتك. وانهم في خلال يومين، اهم حاجه ان هم يقفلوا القضيه يا فندم. وانهم خلال يومين هيقفلوا القضيه ويخرجوني ومش هتعرض على النيابه اصلا. وانت دور على القاتل عشان القضيه كانت عامله ضجه في التوقيت ده. لان القضيه كانت عامله ضجه. صين، وهل اقتنعت بهذا على فرض حصوله؟ لازم اقتنع. لما يكون ابني الوحيد اتقتل وعارف ان اللي قدامي مش هيجيبوا حقه لازم اقتنع عشان انا اللي اجيب حقه. ابني الوحيد اتقتل. هو وقفوا مكاني هنا. محمد في حاجه ما موقع الصيدلية التي اشتريت منها ما ذكرته الآن من مسكنك؟ الصيدلية دي تبعد عن بيتك قد ايه؟ اللي اشتريت منها اللبن؟ اللبن والحموضة حوالي كيلو. حوالي كيلو. كفر طناح. في كفر طناح؟ أيوة في كفر طناح. كيلو ونص. سين، لماذا تناول ابنك منوما؟ ليه لقوا فيه منوم؟ ابني كان فيه منوم؟ انا اتحدى اي حد في العالم يقول ان ابني كان فيه منوم. ما حصلش. سين، قلت في اعترافك بالتحقيقات انك اعطيته قرصا منوما وهو في السيارة ليسهل ذبحه ولكي لا يشعر. انت قلت كده. انا قلت كده. قلت كده فعلا؟ قلت كده. كل الكلام يا فندم. ليه انا قلت كده فعلا؟ ليه بقى؟ كده. ليه؟ انا قلت لحضرتك في البدايه. عشان صدقت الشرطه يعني. عشان صدقت الشرطه انهم هيروحوني عشان يسيبوني ادور على القاتل. واخد عزا ابني وادور على القاتل. واتحدى اي حد ان ارهم ابني خد منوم. ارهم ابني ما بياخدش علاج من حد غير من ايدي انا او مامته بس. ارهم ابني ما بياخدش حاجه من حد. ما المشكلات التي كان يثيرها لك المجني عليه؟ لي انا؟ ما كانش بيصير لي مشاكل ادهم. جيم، لم يثير لي اي مشاكل. انا ابوه هيصير لي مشاكل في ايه؟ ادهم كان كل حلم حياته انه يدخل ضابط شرطه. وابن عمه اللي وكان حلمه يبقى ضابط. وابن عمه اللي في سنه يبقى ضابط جيش. سين، مشاكل مش لازم. سين، هل كان يعاني من سمة امراض؟ كهرباء زياده في المخ. كان كهرباء زياده في المخ. هل نتيجة هذه الكهرباء الزائدة بالمخ نتيجة هذه الكهرباء الزائدة بالمخ سبب لك حرجا مع أقربائك نهائي وجيرانك؟ جيم، أقربائك وجيرانك. جيم، نهائيا. أدهم لو طلب مني عين أنا هديها له. سين، قلت بالتحقيقات أن مشكلاته مع الجيران ومع أقرانه كانت تسبب لك إزعاجا. ما حصلش. ومكتوب في المحضر يا فندم بعد إذنك. لا خلاص هو السؤال ده عشان يقلش من ده. لا ما ينفعش. لا عادي. لا سين لا ما ينفعش، دي حقيقة كده. سين، هل عانيت من أمراض نفسية أو عصبية من قبل؟
انت اصبت بمرض عصبي او نفسي قبل كده؟ يعني اتعالجت من حاجه زي كده قبل كده؟ جيم لا. الدفاع يحب يوجه اي اسئله؟ انا ما خلصتش كلام يا فندم بعد اذنك. قول. نعم. ما خلصتش كلام بعد نعم. اذنك. انا يا فندم لما خلصت في اليوم ده وروحت البيت وجالي مكالمه تليفون ان ادهم ابني توفى. جيم. كمل. وانا عايز اقول لما اكتشفت ان انا لما روحت البيت الساعه 12 بالليل وجالي تليفون بالعثور على جثه ابني، ده ثاني يوم الصبح الساعه 10 بعد ما خلصت تدوير تاني يوم الكاميرات. مش كده؟ تاني يوم الصبح الساعه 10. انا الكاميرات اللي وصلت لها وصلت ان ادهم وصل عند كوبري طناح، بعد كده ما فيش كاميرا ثانيه جابته. فالكاميرا اللي انا وصلت لها اظهرت ان اخر ظهور له كان عند كوبري طناح. كل خط سيري انا قلته وما غيرتش في اي حاجه من خط سيري. المباحث قالت ان انا اتهمت ادهم ابني ان هو كان بيتحرش ببنتي، ده ما حصلش. مراتك نفت. ده ما حصلش يا فندم. ماليش اي مشاكل سين ما مكان العثور على الجثه؟ ما مكان الوصول على الجثه؟ كانت عند فين؟ كوبري ديبو عوام. عند كوبري ايه؟ ديبو عوام. ديبو عوام. بتاع العلم بقى. سين. لا ده تقريبا في نص الطريق بين طناح والمنصورة. في نص الطريق بين طناح والمنصورة. المنصورة ايوه. كويس. عرفت الساعة 10. عايز تقول حاجة تاني؟ عرفت الساعة 10 لما اتحركت ورحت عند جثة ادهم الله يرحمه، وبعد كده شلته ووديته المستشفى الدولي. لما رحت عند لما رحت بعد كده عند النيابة، اللي انا قلته في تحقيق النيابة في اول مرة وبعد ما نقلت ابن المستشفى. نعم. كمل على طول. وانا احب اضيف ان بعد ما نقلت جثة ابن المستشفى، الشرطة الاول واجهوك بالصور والحاجات لا. طيب. ورحت النيابة. المباحث واجهتني بكل الكلام ده يوم 17. ورحت النيابة. كمل. تمام. رحت النيابة عشان اطلع تصريح الدفن. عشان اطلع تصريح الدفن. لما سالوني انت بتتهم حد، قلت لهم انا ما بتهمش حد، بس عندك مشاكل؟ قلت لهم ما فيش مشاكل في حياتي غير مشكله معينه في الشركه، وانا لم بس اتهم عمرها احد. ما توصل للقتل. عمرها ما توصل وانا للقتل. لم اتهم احد وما اتهمتش حد. طيب. سين. قلت في التحقيقات معايا يا محمد انك انشأت حسابا وهميا على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، ارسلت منه الى نفسك على هاتفك النقال رسالات تتضمن تهديدا لك بقتل احد ابنائك. تهربا من ان تصل اليك يد العدالة، وانك بعدها حذفت الويندوز الخاص بالجهاز المرسل منه. ايه رايك في الكلام؟ انت قلت كده. انا قلت كده؟ قلت في اعترافك. طيب نفترض ان على كلام. لا ما تفترضش. لا قلت ولا ولا عملت حساب؟ انا افترض ان انا عملت حساب. اسمعني بس. اتفضل مع حضرتك. قول لي حصل ولا ما حصلش وبعدين كمل. طيب. يعني قلت في النيابه ولا ما قلتش؟ انا قلت في النيابه وقلت في المباحث. قلت في النيابه كده وقلت في المباحث. بناء على طلب المباحث. بناء على طلب المباحث. سين. كما قلت وهو ما أيدته زوجتك أنك أعلنت على الفيسبوك بغيابه بعد ارتكابك القتل. أنت قلت بعد ما قتلت ومسحت إيدي ورميت المنديل والمشرط، كلمت صاحبي قلت له انزل دور معايا وعملت إعلان على الفيسبوك. قلت كده ولا ما قلتش؟ لا أنا عامل إعلان على الفيسبوك الساعة 8:30 تقريبا. أنا عامل الإعلان الساعة 8:30 مساء تقريبا، في الليلة اللي ما رجعش فيها قتل. أيوه. في الليلة اللي ما رجعش فيها قتل. ومش أول مرة أعمل إعلان. ومش أول مرة أعمل إعلان. بحذف الإعلانات.
عايز تضيف حاجه هل لديك اقوال اخرى؟ عايز تقول حاجه ايوه تاني؟ يا فندم عايزك قول. يا فندم ده مستقبل بيتي. قول يا حبيبي. انا يا فندم لما خلصت دفنت ارهم ابني ورحت عشان اقابل المباحث ونقطه طناح. عايز اقول ان بعد دفن ابني ورحت قابلت المباحث في نقطه طناح. تمام. ومراتي بتتسال جوه وانا موجود بره قدام النقطه. جالي مكالمه على التليجرام، المكالمه مدتها اقل من دقيقه. من مين؟ من شخص انا ما اعرفوش. جالي مكالمه على تليجرام من شخص ما اعرفوش. بس اللي انا عارفه متاكد منه قال لك ان ايه؟ اللي عمل كده قال لك ايه؟ ماشي يا فندم اديني فرصه اتكلم بعد قال لك كده. ايه اللي قبل ما نفوت الحته دي؟ قال لي انت دخلت هتقول انك دخلت صيدليه في 100 خيروم ودفعت 200 جنيه وما اخدتش باقي. قال لي هتقول انك دخلت صيدليه في 100 خيرون ودفعت 200 جنيه وما خدتش باقي. عشان انت عندك بنتين خاف طب عليهم. وليه تصدقه وتقول يعني ليه؟ اي حد في الدنيا هيخاف على بناته. وانا خفت على بناتي اي وصدقت حد في وقلت. الدنيا هيخاف على اولاده. وانا خفت على بناتي وصدقت وقلت. كويس. وبعدين بعد كده لما دخلت وجيت افتح الموضوع ما حدش اداني فرصه ان اتكلم. قالوا عليا مجنون. قالوا ان انت بتقول ده اصلا ما يحصلش. بالطبيعي انه ممكن يحصل جدا على فكره. اي حد في الدنيا ممكن يتحكم في برنامج التليجرام. اي حد في العالم ممكن يعمل قضيه لاي حد، وخصوصا اذا كان قريب منه. اللي انا متاكد منه مليون المية زي ما انا واقف قدام حضرتك دلوقتي ان اللي اخد ادهم ابني وان اللي اقنعه انه يركب معاه حد ادهم يعرفه. ادهم ما يمشيش مع حد غريب. لا 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 ما ينفعش. مش بتاعته دي. ماشي. ادهم ابني ما ركبش مع حد غريب، واللي عمل كده مع ادهم قريب مني جدا وعارف مين، عارف عنه تصرفاته وكل حاجه، وعارف ان شغلي في الشركه ان انا اوقات كتير جدا بعمل صيانه لاجهزه الكمبيوتر والموجوده واللي في الشركه. عمل كده فاتهم حد غيري. هل لديك اقوال اخرى؟ جيم. لا امضي واتفضل. تعال امضي على اقوال. يلا يا محمد اتفضل. هتعقب يا بيه. بعد اذن معك. هو حضرتك طبعا في تضارب واضح في اقوال المتهم امام النيابه العامه وامام المحكمه جلسه اليوم، وانا بأصر على دفاعي على ان اعترافه في النيابه لا يتساير مع العقل والمنطق ويشمله عدم صمم المعقوليه. الدفاع على طلباته التي ابداها بافتتاحيه الجلسه. كون ان ابنه عنده فرط حركه او كهرباء زياده ده مش باعث على القتل. الكهرباء الزياده وفرط الحركه ما هو يوديه الجيم. يعني هو حضرتك الجيم ان هو يطلع طاقته في الرياضه ده علاج له؟ لا، المتهم متاثر ماديا ومتاثر ماديا جدا. ممكن يروح لو هو زي ما التحقيقات وجهتها ماشيه ان هو كان يعني محرج من تصرفاته في دور رعايه كتير باجر وبدون اجر، ممكن يوضعه في علاجه ويخليه يرجع تاني يعيش وسط المجتمع كإنسان طبيعي وهادئ في تصرفاته، في أدوية وعلاج ممكن ياخده يخليه ماشي متزن. وبناء عليه يا فندم مصر على طلبي في عرض المتهم وشكرا جزيلا. شكرا. نادي 2 نادي 2 فارس السيد محمد كامل حسن. يا معالي الوزير. يا فعل ولي.